السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدة نائبة الوكيل العام الملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، السيد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، السيدة ممثلة التعاون الوطني بالقنيطرة، السيد رئيس ملحقة وكالة التنمية الاجتماعية بالقنيطرة، السيد عميد كلية الحقوق بجامعة بن طفيل، السادة والسيدات الأساتذة الأفاضل، السادة والسيدات رؤساء وممثلي جمعيات المجتمع المدني، السادة والسيدات ممثلي وسائل الإعلام، الحضور الكريم، كل باسمه وصفته والتقدير واجب لشخصه. يسعدني باسمي ونيابة عن كافة مكونات جمعيات رواد الغرب أن أتشرف بإلقاء هذه الكلمة الترحيبية والتي تأتي في إطار فعاليات الحملة الوطنية التحسيسية 22 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، والتي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة هذه السنة حول موضوع من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء، تحت شعار الأسرة اللي من العنف خالية، المجتمع سليم بانية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 نوفمبر إلى 10 دجنبر 2024. تنظم هذه الندوة العلمية التي اخترنا لها شعار دور الفاعلين في دعم وسط أسري مستجيب لقيم المساواة ودامج لمبادئ تنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء والفتيات في هذا اليوم الذي يتزامن أيضا مع يوم 10 دجنبر الذي يصادف الاحتفال العالمي بيوم حقوق الإنسان، وهو تأكيد صريح على الانخراط الفعلي والفاعل في مختلف برامج الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومناسبة لتشجيع كل مكونات المجتمع على التغيير التزامهم بإنهاء هذا العنف بكل أشكاله، ومناسبة لتشجيع كل مكونات المجتمع المدني على التعبير عن التزامهم بإنهاء هذا العنف بكل أشكاله، وذلك وفق مقاربة تروم فتح نقاش علمي مع كل الفاعلين المعنيين لتعزيز دور الأسرة في إشاعة قيم المساواة ونبذ العنف بجميع أشكاله. وفي هذا السياق وضعت الجمعية ومنذ نشأتها كل ثقلها لتحقيق أهدافها التي ترمي إلى المساهمة والمشاركة في توفير الخدمات الاجتماعية والإنسانية وتأهيل العنصر البشري، وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة وبما يتفق والبرامج التي تم تصديرها. إن النهوض بحقوق المرأة والعمل على تمكينها من تحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي تعد من أولى الأولويات في برامج الجمعية، خصوصا مع إحداث مركز الإغاثة لمساعدة النساء والفتيات ضحايا العنف في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومؤسسة التعاون الوطني وجمعية رواد الغرب للتنمية والتضامن في مجال دعم مراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف. هذا المركز شكل قيمة مضافة لعمل الجمعية التي بلورت جزءا كبيرا من أنشطتها للترافع من أجل إنصاف المرأة وتحسين وضعيتها داخل المجتمع ومحاربة العنف الذي يستهدفها. ويطلع المركز بدور هام في إرشاد وتوجيه النساء المعنفات ودعمهن من الناحية القانونية والنفسية والاجتماعية. وفي هذا الصدد استقبل المركز من بداية اشتغاله أزيد من 700 حالة من النساء ضحايا العنف، بما فيهن النساء المطرودات من بيت الزوجية وأمهات عازبات أو النساء التي يتعرضن للتحرش في العمل. وبفضل تطوير خدمات المركز وتجويدها أسهم في الرفع من منسوب الإقبال على خدماته. أيها الحضور الكريم، إن الانخراط في هذه الحملة كان فرصة لنا للمساهمة في مكافحة جميع أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي وتعزيز المساواة بين الجنسين مع نشر مبادئ المساواة والإنصاف بين الجنسين من خلال العديد من الأنشطة التي تمت برمجتها بمركز الجمعية مع شركاء محليين ودوليين. وشكلت اللقاءات التواصلية والتحسيسية التي قمنا بها هذه الأيام فرصة لنا
مع مجموعة من الفاعلين المحليين من أجل التداول حول ظاهرة العنف ضد النساء من حيث تجلياتها وأبعادها، وكذا تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الخطيرة على المجتمع، والسبل الكفيلة بمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء، والتي لن تأتي إلا بصون حقوقهن وتفعيل أدوارهن في بناء المجتمع من جهة، وأيضا بإرساء ثقافة ترتكز على مبادئ الإنصاف والمساواة بين الجنسين من جهة ثانية. وفي هذا الصدد أستغل هذه المناسبة لتوجيه خالص عبارات الشكر والتقدير لكافة الأطر التقنية والعلمية على ما قاموا به من أجل إنجاح هذه البرامج للمساهمة في ترسيخ قيم التربية على المساواة بين الجنسين والقدرة على إعادة بناء القيم، مما سيساهم في تفكيك التصورات الاجتماعية والقوالب النمطية من أجل حماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وفقنا الله لما فيه الخير لبلادنا الحبيب تحت القيادة الرشيدة لمولانا المنصور بالله صاحب الجلالة محمد السادس، نصره الله وحفظه بما حفظ الذكر الحكيم، وأقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزره بسموه الأمير مولاي الرشيد وكافة أسرته الشريفة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.